هو ايه المشكلة ان الجيش يمسك قضايا المباني؟ وليه حصل ذعر عند الناس وعند المواطنين ان الجيش هو اللي هيتولى او خد امر بان هو يتولى المخالفات على الاراضي الزراعية والبناء والتعدي على املاك الدولة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين. انا احمد جابر، المحامي للاستشارات القانونية، وهقول لكم ايه اللي خلى الناس تحس بالخوف وايه الذعر اللي حصل عند الناس لما قالوا ان الجيش هو اللي هيمسك قضايا المباني. لسببين اتنين. السبب الاولاني ان القاضي العسكري بعيد عن التعاملات المدنية وبعيد عن الناس، فتلاقي احكامه شديدة خالص عن القضاء المدني، فهو مش مختلط بالناس، مش عارف مثلا معاناة الناس ايه، مش عارف ظروف الناس ايه، فبتلاقي احكامه شديدة. السبب الثاني ان حتى في الغرامات بتاعته غرامات باهظة، مش نسبة وتناسب زي القاضي المدني بيقدر وبيبص لحالة الموكل ويبص مثلا لحالة المتهم وبياخد مثلا على باعتبارات المساحة والمبنى والمسطح اللي مبنى عليها. لا، القضاء العسكري ما عندوش كده. فهتلاقي بالنسبة للقضاء العسكري اللي باني أوضة زي اللي باني فيلا، ده بالنسبة له قضية وده قضية، وده متهم على بالتعدي على أرض زراعية أو أملاك دولة وده متعدي. فالنهارده ما عندكش الصلاحية انك تتعامل مع القاضي. حتى احنا كمحاميين مش بنقدر ناخد وندي ونوصل المعلومة للقاضي العسكري زي القاضي المدني. فده اللي مخلي الناس حصل لها زي حالة رعب، لان احكامه شديدة، مخالفاته وغراماته شديدة خالص. فهنا كله رجع لورا عن التعدي. ومن وجهة نظر المتواضعة بلاش مباني دلوقتي على أرض زراعية ولا على أملاك دولة، عشان دلوقتي أصبحت فعلا التعامل مع الجيش هيكون بشكل صعب شوية. طيب هو التخصص ده فعلا للجيش، او ان الجيش ليه السلطه ان يملك قاضي في مباني او التعدي على مخالفات البناء؟ ده الفيديو اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في المره اللي جايه. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.